مليار يتجمعوا في اسبوع. ده احنا لو قلنا 200 مليار يتجمعوا في اسبوع يتجمعوا بقى. ده شعب مصري ملوش مشكله. طب ده زي ما بنقول المشكله في حاجه واحده بس، فينا احنا كلنا كده حاجه واحده بس، هي في مشكله مجننه العالم ان احنا ناس ما لناش كتالوج. صح كده صح. ومحدش يعرف السوفت وير بتاعنا عامل ازاي، هي دي المشكله. فالناس هي ايه ازاي 64 مليار يتجمعوا في اسبوع؟ قلت له والله لو 200 مليار هيتجمعوا في 3 ايام، ايه المشكله؟ ولو سياده الرئيس قال احفروا القناه دي بايديكم هنحفرها وقبل سنه كمان، في مشكله؟ الحمد لله يعني ليكم انتوا الحمد لله، مش عايز اقول لكم الناس اللي عامله ازاي، الحمد لله يعني كلنا حاجه واحده وكلنا ملفوفين حوالين المشروع دوت، وده هدف قومي لينا، واحنا زي ما قلنا قدام، احنا الحركه بتاعتنا قدام بس، لا بنقف ولا بنرجع ورا، دي اهم حاجه، ودي البدايه، وان شاء الله كله بالمنظر ده واقوى من كده كمان. الميه الميه نظام دي ميه من ميه جوفيه ولا لا لو اي حد في مصر وفي الاقاليم هيحفر تحت بيته كده يلاقي ايه؟ اشمعنى هنا مش عايزين تطلع ميه؟ ولا احنا جايين علينا احنا؟ لا مش قصدي ميه يعني ميه حلوه هو والله الاستاذ حميد صباحي نزل معايا تحت ودقها واتوضى ايه اللي جابه زي ما هنا؟ انت شفته كده ده لوثها. لا بقول ما لوثها وعرف هي دي ميه جوفيه والله العظيم لوثها. وبعدين ما الميه انا انا عارف ميه جوفيه، احنا حضرات اساتذتكم ده هنا دي منطقه، دول برضه نوع تربه هنا ايه على القطاع كله، في الفلاح دي تربه صخريه ودي بنقول بمعدات معينه، هنا التربه رمليه طفليه. طب بص لو بصينا في الشمال هنلاقي في عين طفله كده اللي احنا عامله زي الاسمنت في ناحيه قناه السويس او ناحيه معديه نمره 6 الارض سبخيه، ارض متشبعه بالميه يعني واخده من القناه وشرق، هنا دي ارض طلعت منها ميه جوفيه ميه جوفيه عاديه خالص يعني مفيش اي مشكله، والحمد لله ان في